عاد يمسكهم كذا شلون اثنينهم؟ ما في ضاع يعني ما في ضاع ما يصير اثنين ما يصير اثنين كل واحدة يلا واحدة أنت تطلع اللوحة أول شيء كذا مضبوطة؟ مرحبا مساء الخير. مساء النور. ان شاء الله انا شفتك موصلين صراحه عجبتني شايف هاللوحه هذه. باني انا شنو هاللوحه هذه بالنسبه لك هذه؟ اللوحه دي طبعا عزيزه علي وعزيزه علي آل الصباح. انا راجل بقالي 35 سنه بالكويت، عمري ما شفت اي حاجه وحشه من آل الصباح ولا من اهل الكويت نفسهم. وبستغرب اللي بيحصل ده، ان آل الصباح افضلهم على بس مش على الكويت ولا على الكويتيين، افضلهم على العرب كلهم، يعني بارز وملموس الحقيقه. آل الصباح اليوم خير على الايتام واليوم خير على كل المتواجدين سواء اذا كنا احنا مقيمين، واحنا طبعا ملاحظين ان خيرهم برضه على الكويتيين، يعني ما قصروا معاهم باي شيء، وانا اعرف ان عدد كبير جدا من الكويتيين اصدقائي مستائين من اللي بيحصل. وطبعا انا بتعامل مع الشيوخ الحقيقه، بقالي سنين بتعامل مع الشيوخ ومعاملتهم جدا ممتازه وجدا راقيه، ويتعاملوك كانك واحد من البلد مش من المقيمين يعني. احنا ما ننسى افكار الشعب المصري والرئيس الله يطول لنا عمرك. وطبعا احنا بين النهضه الحديثه الشيخ صباح الاحمد والشيخ سعد الله يرحمه بطل التحرير الله يرحمه، والشيخ نواف ولي العهد الامين ربنا يطول لنا في عمره. وطبعا احنا بنشوف الشيخات برضه افضلهم كبيره زي الشيخه فريحه الاحمد الصباح، الحقيقه في كل مجال بتوصل فيه في اي انحاء العالم، بتهدي الاوسمه، بتهدي النياشين اللي بتاخدها، بتهدي الالقاب اللي بتاخدها الى دوله الكويت. شاكر لك يا سيف والعلم على الحاج سيف بعد اسرتنا. هنشوف مرحبا اهلا بيك. اختار ما شاء الله نشوفك شايل صوره ولي العهد. والله تفضل خليها. اهلا بيك مساء الخير. احنا شايفين الصوره ما شاء الله والله ما ادري انا بحبها حبا لله يعني ما فيش اي صله تربطني شخصيا، انا وبعدين انا واحد كاعلامي في الكويت من مصر. بس تقول وين تشتغل الله يخليك؟ اشتغل محاسب. عند شيخ فريحة؟ مش شرط يعني. بس تو قلت لي ايه؟ ايه يعني ايه المطلوب يعني؟ يعني من جابك هنا؟ انا قلت لقيت زحمه كده وتفرجت. ما حد كلمك؟ لا.